فلتقطع المعونة الأمريكية، وليعلن شعب مصر من الليلة معونة جديدة باسم المعونة المصرية. جميل. يساهم فيها كل مصري، وأنا واثق ورب الكعبة أن أمي وأختي وابنتي التي تراها تجلس على قارعة الطريق بتبيع جرجير وبتبيع فجل وبتبيع طماطم وبطاطس ستساهم في هذه المعونة المصرية من أجل أن تستغني مصر القامة ومصر القيمة عن هذه المعونة الأمريكية التافهة التي يريد الأمريكيون بها أن يستذلوا مصر، ولن تذل أبدا بإذن الله جل وعلا. أنا أنادي الآن من هنا بالمعونة المصرية ليضع المسؤولون في الحكومة. أنا يعني أخاطب الآن الدكتور كمال جنزوري وأخاطب إخواني جميعا في مجلس الشعب وأقول تبنوا أنتم هذه المبادرة مني، وأنا جندي معكم مساهم معكم بصوتي وبكل ما أملك من طاقة، بل وإخواني من العلماء والدعاة والمشايخ بإذن الله تعالى. أنا أثق أنهم جنود لهذه المبادرة. يتحرك كل العلماء وكل الدعاة في مدن مصر ومراكزها وقراها وعزبها ونجوعها لنحرك الأمة كلها لتستغني مصر عن المعونة الأمريكية. وأنا أقول وثقتي في الله كاملة، ثم ثقتي في هذا الشعب، أننا في مجلس الشعب وفي الحكومة وعلى أيدي علمائنا الأجلاء من الرسميين في الأزهر والأوقاف وغير الأزهر سنجمع أضعاف أضعاف أضعاف، ولا أريد أن أقول أضعاف إلى صلاة الفجر، ما تقدمه لنا أمريكا من معونة تريد أن تستذل بها مصر القامة ومصر القيمة. ولتسمح لي فضيلتك عند هذه النقطة أن نقول وأن القناة الأولى بالتلفزيون المصري تلفزيون شعب مصر يتبنى هذه المبادرة الكريمة اللي أطلقها فضيلة الشيخ محمد حسان. ويعني دعونا نستنهض الهمة المصرية، الهمة الوطنية، الهمة الدينية، ونتبنى هذه المبادرة بكل مؤسساتنا من خلال التلفزيون الرسمي، تلفزيون الدولة، تلفزيون الشعب. نتبنى هذه الحملة ونتابع مع فضيلتك جميل. يعني فعاليات هذه الحملة. جميل. بل نذكر ان احنا ان شاء الله كاميرات القناة الأولى بالتلفزيون المصري تصاحب كل صاحب مروءة، كل صاحب فضل في أثناء هذه المبادرة الكريمة من هنا من استوديو 27. أنا أرجو من إخواني في مجلس الشعب، وأرجو من والدنا الفاضل وأستاذنا الكريم الدكتور كمال جنزوري، أسأل الله أن يمده بمدد من عنده وأن يجزيه عنا وعن المصريين خير الجزاء. وأنا أشد على يديه وأقول أسأل الله أن يعينك على هذه الأمانة الثقيلة وعلى هذا الحمل الكبير والعبء الضخم. أناشده الآن وأناشد إخواني من جميع أفراد الحكومة ومن أفراد مجلس الشعب أن يضعوا الآليات العملية لهذه المبادرة، لأننا نريد أن تكون مبادرة دائمة على غرار المبادرة التي أعلنت لمدينة الدكتور زويل. صحيح. لا، نريد هذه المعونة لمصر كلها وليست لمدينة منذ الآن يا فضل، منذ هذه اللحظة. صحيح. لكن أرجو من إخواني أن يضعوا الآليات القانونية والعملية لتحويل هذه المبادرة إلى واقع عملي. وأنا ثقتي في الله ثم في أهل مصر في غضون سنة والله الذي لا إله غيره ستجمع هذه المعونة المصرية أضعاف ما يعطيه أمريكا للمصريين. وهيكون خير رد طبعا لكل الدعاوى اللي بتقول ان احنا بنعيش على المعونات. ويعني تسمح لي فضيلتك ان انا يعني اتذكر كلمة فضيلة الشيخ المرحوم محمد متولي الشعراوي اللي دايما برددها في كل برنامج: إذا كانت اللقمة من الفأس كانت الكلمة من الرأس. نعتمد على أنفسنا ونستنهض الهمة الوطنية المصرية الأصيلة. يمكن في تفاعل من السادة المشاهدين، ومعنا الدكتور جمال شيحة من المنصورة. مساء الخير يا دكتور.